فيلم نجوم الساحل، هل الفيلم حلو ولا لا؟ هو فيلم عيد اكتر من اي فيلم عيد انت ممكن تتفرج عليه. هو فيلم عيد محتاج ايه؟ يكون فيلم لايت خفيف، تكون قصته ظريفه خفيفه، لكن ما تحتاجش تركيز كتير عشان في الاخر تتفرج على الفيلم ده مع اللمه، تقعدوا تتفرجوا وتتسلوا وتهاف فن وخلاص. الفيلم ده بقى لك لا احنا مش بس هنعمل قصه خفيفه، لا احنا بقى هنا مش هنعمل قصه اصلا هو مفيش قصه هنا عباره عن مواقف، وباقي الفيلم هو الحفله. يعني هو تقريبا اكتر من نص الفيلم هو فعلا الحفله نفسها. وطبعا عشان توصل بقى المواقف دي محتاج البدايات، وهي دي يمكن اكتر حته انت بتعاني منها في الفيلم ده. حته الشاب اللي من مصر بيحب واحده من ايجيبت، وبرده حته الواحده من ايجيبت اللي بيحبها واحد تاني من ايجيبت برده زيها بس هي ما بتحبوش، وان هو بيبقى عايز يهين حبيبه عشان خاطر يقلل منه قدامها. وطبعا عشان كده الفيلم بيدخل في المقارنه بتاعت مصر وايجيبت، الناس دول عاملين ازاي ودول عاملين ازاي، والقصه دي كلها. هو احسن وصف ان ازاي الكلام ده اتقدم بيه في الفيلم ده. عارف فيديوهات الفيس اللي في ناس مقتنعه انها بتعمل فيديوهات حلوه، وتلاقيهم كده شله كده عاملين فيديوهات بتحكي قصص كل شويه، وتقريبا هي القصه هي واحد فقير بيحب واحده غنيه من ايجيبت، وفي واحد تاني من ايجيبت برضه بيحبها بس هي برضه بتحب الفقير. بس هم حتى وانس ما بيسافروا الساحل اصلا انت بدات فعلا تتفرج على الفيلم اللي بيحكي عن ولا حاجه، اللي هو حرفيا ما فيهوش قصه، اللي هو حرفيا انت دخلت في المواقف وكانك بتقضي يومين مع شله صحاب سافروا الساحل. بجد برافو جدا لعلي صبحي واحمد عبد الحميد. يعني سيبك من الاثنين دول كان هم دول تمثيلهم حلو، لا وانا مش هقول ان دول كانوا احلى ما في الفيلم، لا هم دول احلى من الفيلم، دول كان حرام ادائهم ده على الفيلم ده. وكل ده بقى برز اكتر في وقت الحفله اللي هي نص الفيلم لوحدها. هنا بقى بجد الفيلم فعلا وصل لاكتر وقت خلاص الواحد كان متسلي بيه، لانه فعلا مفيش بقى حاجه. لو انت كنت في الاول في محاولات لقصه او عشان يبني لك الشخصيات، وحتى هم عاملين يخططوا الحفله وكده، لا في وقت الحفله بقى نفسها خلاص انت كده وصلت لقمه اللي مفيش اصلا، هتقعد تطفي بقى دماغك خالص اتسلى. لو نمت وانت بتتفرج وقمت بعدها شويه مش هيفوتك اي حاجه.